هاتي معلقة وتعالي اقولك على اسرع طريقة في العالم لتفصيص البسلة. لو قدامك 30 كيلو من البسلة هتفصصيهم بسرعة الصاروخ في ثواني، كل ده بالمعلقة. بجد اتندمت ان انا ما كنتش اعرف الطريقة دي. هتخزني وتفرزي اكبر كمية من البسلة من غير ما تشيلي هم تفصيصهم لرمضان ان شاء الله. عايزة اقولك المعلقة دي معلقة سحرية بجد، مش هتتعبي ابدا. البسلة هتتفصص لوحدها زي ما انت شايفة كده. فيلا بالله عليك ارفعي الفيديو باللايك عشان ان شاء الله الطريقة هتعجبك جدا وهتعتمديها باذن الله. هتجيبي طبعا كميه البسله اللي انت شايله همها او انت حابه ان انت تخزنيها لرمضان. اهم حاجه ان انت طبعا تنقيها كويس جدا، تكون مقفوله وتتاكدي ان هي ما فيهاش اي حاجه من جوه. تمام. وهنجيب اي معلقه عندنا، معلقه كبيره معلقه صغيره اللي يريحك. اول حاجه بعملها ان انا بفرز البسله كده، باخد اللي هو المقفول واللي مفتوح ببتدي ان انا ابص جواه الاول، وبعد كده اركنهم على جنب. واجيب طبق عندي، ممكن تقسمي الكميه على مره او مرتين اللي يريحك. تمام. بس انا هعمل كميه قليله الاول عشان اوريك الطريقه. بتجيبي ميه سخنه من الكاتل كده، واي مصفى عندك او اي صفايه، وهنستخدم مع بعض. عايزه اقول لك البسله في ثواني هتتفصص لوحدها باذن الله، والطريقه دي انا معتمداها من زمان وبجد بتعجبني جدا وبتنجز معايا اكبر كميه. بتعملي بقى البسله كده، مش بنزلها في الميه مباشره، لا بحطها في المصفى يا دوبك كده بتشم البخار. عايزه اقول لك البخار ده بيخلي البسله هتتفصص معايا بسهوله باي طريقه انا بعملها. زي ما انت شايفه كده من فوق، ما بنزلهاش غير مثلا حاجه بسيطه جدا تلمس بس الميه. وبعد كده ممكن تجيبي صينيه تحطي الكميه كلها مره واحده، او تجيبي فوطه. انا هعمل معاكي كميه صغيره عشان تشوفي الطريقه، وبعد كده انا هكمل. لو لسه بقى مكمله معايا لحد دلوقتي يلا لايك بالله عليكي، ما تبقيش بخيله، لان بجد الفكره دي حلوه قوي. بصي بقى يا ست الكل، بتجيبي كده المعلقه. طبعا هتستخدمي معلقه تكون مربعه او بوزها من تحت يكون صغير. ممكن تستخدمي معلقه كبيره او معلقه صغيره، اهم حاجه تكون رفيعه كده من تحت. تمام. وطبعا عشان البسله يعني كانت على البخار، فعايزه اقولك هتتفتح معاكي بسهوله زي ما انت شايفه كده، وتلاقي البسله اتفصصت في ثواني بدل ما تقعدي تعمليها في ضوافرك وصوابعك. بجد الطريقه دي حلوه قوي. بصي انا مبطئه الفيديو علشان تشوفي الطريقه. بتدخلي كده المعلقه من تحت وتمشيها تحت البسله، هتلاقيها طلعت معاكي كلها زي ما انت شايفه كده. بجد الطريقه دي منجزه جدا. البسله اصلا عشان احنا كنا حاطينها في ميه سخنه وبخار، فهي اساسا مش مستحمله. بمجرد ان انت تمشي المعلقه كده هتنجز معاكي بدل ما تعمليها بضوافرك وتطلعي واحده واحده. بجد الطريقه دي حلوه قوي، لما جربتها عجبتني جدا. بدل ما تقعدي تنزلي واحده واحده، هي هتنزل كده بالمعلقه على طول. عايزاكي تقومي تجربيها حالا، ويلا كده خزني البسله لرمضان وكل سنه وانتم طيبين. علشان تقعد معاكي خضره لحد اخر وقت هقولك هتعملي ايه بعد ما تفصصيها. طبعا بنقطع جزر عليها، وبلاش تستخدمي اي حاجه غير معلقه سكر واحده بس عليها، بجد هتفرق معاكي جدا في الطعم. النهارده السكاكين والمقصات الصغيره، لو انت عايزه تروحي في مكان وعايزه معاكي يكون مقص في الشنطه او سكين وخايفه ايدك تتعور، هتجيبي كده اي شليمو بتاعه عصير، بس تكون الحجم الكبير. في منها كده احجام، تجيبي اكبر حجم. هتقصي كده اول واحده وهنحطها في المقص الصغير بالشكل ده، وكده انت عملتي كفر للمقص. تحطيه بقى معاكي في الشنطه، تاخديه في اي مكان، لو حطيتي ايدك في الشنطه ما تتعورش. ده بالنسبه للمقصات الصغيره. طب انا لو كان عندي مقص مثلا كبير زي ده، اعمل ايه؟ هتاخدي الجزء اللي هو اللي بيلف ده معانا، وهتاخدي نفس المقاس بتاع المقص، هتقصيه كده، وهتدخلي بقى المقص كده هو اللي بيعور الايدينا، اللي هي البوز بتاع المقصات دي. هتتنيها كده وتدخلي المقص بالشكل ده وتضغطي عليها، هتقفلك المقص وتبقى عامله معاكي برده زي الكفر ده. كده انت عملتي الحجم الكبير والحجم ايه الصغير. طب بالنسبه لو كانت سكينه برده هيبقى نفس النظام. هتاخديها كده وتركبي السكينه جواها، وتاخدي بقى السكينه مثلا معاكي تفاح، واخدي مثلا رايحه النادي وعايزه سكينه معاكي صغيره وخايفه لحسن تعور حد وهو بياخد حاجه من الشنطه، تحطيها بالشكل ده. تعالي برضو نشوف الفكرة اللي بعد كده. عندنا الأقلام برضو، احنا في مدارس وكده ممكن تضيع اللبيسة، فانت بدل القلم ما يبوظ لك الشنطة هتجيبي برضو مصاصة العصير وتقفليها كده من فوق بالولاعة، هتلاقيها قفلت معاكي بالشكل ده. وانت كده عملتي لبيسه للقلم بدل ما يبهدل الشنطه ولا يبهدل الهدوم، وتفتحيها وتقفلي وتكتبي ايه عادي جدا. قلت اضم معاكم برضو الفكره دي مع فكره المقصات. تعالي بقى كملي معايا باقي الافكار عشان باذن الله تعجبك قوي. بس انت لسه ما عملتيش اللايك، يلا روحي اخبطي اللايك وانزلي تحت اعمليه وتعالي كملي معايا.
نيجي بقى لاول استخدام للطاسه. اي طاسه تيفال سيراميك استخدمي فيها شويه لبن في الاول علشان ما تلزقش منك الاكل بعد كده. شويه لبن صغيرين كده وسخنيهم في الطاسه. الحركه دي هتفرق معاكي جدا علشان الطاسه لما بيقعد عليها مده طويله تبتدي تلاقي الاكل بدا يلزق فيها كانها طاسه عاديه وبتبتدي تقشر معاكي. فانت حافظي عليها بالطريقه دي، تغلي فيها شويه لبن، بس اهم حاجه توزعي اللبن كده على الاطراف بالشكل ده وعلى نار هاديه خالص. واول ما اللبن ده يبتدي يغلي كده ويتبخر معاكي روحي اغسليها عادي بميه وصابون، وكده هتعيش معاكي فتره طويله. الفكره رقم 3، المعالق الخشب اللي بتبقى مليانه دهون وزيوت من التقليب. عايزه تنضفيها ملهاش غير طريقه واحده بس. هتجيبي الصابون البلدي اللي هو اللي بيبقى قطع ده، او الصابون العامل زي المعجون اللي هو زي الصابون المغربي البلدي المغربي ده. هتجيبي الصابون العادي، احنا بالنسبه لينا احنا بنبله كده شويه ميه وبتمشي كده على المعالق الخشب، بتشيل لك كل الدهون والزيوت اللي موجوده في المعالق الخشب وتفتح لونها شويه. اما لو كانت المعلقه بتاعتك محروقه فلا، المحروقه مش هتشيلها، يعني خلاص هو الخشب لما بيتحرق ما بيحصل، يعني خلاص ما فيش حاجه ترجعه اصلا. هو الصابون البلدي بس هينضفه من الدهون والزيوت اللي احنا ايه بنقلب بيها وبنمسك بيها ايه واحنا بنعمل الاكل. بعد كده هتشطفيها عادي جدا تحت الميه، واهم حاجه تنشفيها كويس جدا علشان ما تعملكيش لون غامق. نيجي بقى للمخدات الفايبر في الشتاء. في ناس بعد ما بتغسل مخدات الفايبر وتنضفها بتلاقي ليها ريحه مش حلوه، وبالذات بسبب الرطوبه اللي بتبقى جايه علينا في فصل الشتاء. هتستخدمي اي نوع بودر عندك اللي هو البودر المعطر ده، سواء كان ما عندكيش استخدمي بودره التلك بتاع الاطفال ومشي كده على المخده كلها ولبسي الكيس بتاع المخده. عايزه اقول لك هتخلي لك ريحه المخده حلوه جدا. نيجي بقى للفكره اللي بعد كده، الثوم او البصل البودر اللي بيتحجر مننا. بصي بقى يا ستي، الفكره دي هي الوحيده اللي نفعت معايا. انا استخدمت كذا طريقه بصراحه وبيرجع تاني بيتحجر. هتجيبي ايه بقى؟ هتجيبي الثوم واي طبق بايركس عندك المهم، او اي طبق المونيا، المهم اي طبق عندك يخش الفرن. وهتجيبي ورق الزبده، ما عندكيش ورق زبده ممكن تستخدمي ورق كراريس، وهتبليها كده شويه ميه، وهتغطي الطبق اللي فيه الثوم البودر او البصل البودر وتدخليه جوه الفرن على الرف اللي في النص على نار هاديه خالص. الفكره دي هتخلي لي ان البروده اللي موجوده في الثوم تطلع، ولما بيجي بقى احطه تاني في العلبه ما يتحجرش خالص. كده انا بعد ما طلعته من الفرن بدات ان انا افك بقى كل التحجرات دي، هتلاقيها اتفكت معاكي بمنتهى السهوله عشان السخونه بتاعه الفرن فكت لي الرطوبه اللي موجوده في البودر او الثوم البودر زي ما انتوا ايه شايفين. تيجي بقى ترجعيها تاني العلبه باذن الله مش هتتحجر تاني. جربي الفكره دي، انا عملتها ولحد دلوقتي ليا فتره معايا ما الثوم زي ما هو ولا اتحجر ولا رجع زي الاول. جربيها باذن الله تنفع معاكي. نيجي بقى لتنظيف الرخام. اسهل طريقه تنظفي بيها الرخام، هتجيبي كده شويه صابون سائل وكيس خميره وتفتحي بقى على الرخام بتاعك وتغسليه وتنضفيه من غير ميه. انا بس عشان انا هنا حاطه ستيكر، فالستيكر اي شويه ميه بينضف، بس انتي جربيها على الرخام وبالذات الرخام الاسود هيرجع لك اللمعه بتاعته بفوطه، هتلاقيه نضف معاكي على طول باذن الله. لما بشيل الستيكر هجرب معاكم الفكره دي عملي على الرخام بتاعي. نيجي